السلام عليكم يا ستات يا غاليين، يا ولاد وبنات، يا كل اللي سمعني دلوقتي. تعالوا نقعد مع بعض قعدة صفا كده من القلب، قعدة من قعدات زمان اللي كنا بنقعدها حوالين الكانون والريحة الطيبة طالعة من أكل البيت، قعدة مليانة حواديت وحكم وتجارب. بصوا يا حبايبي، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. الجملة دي يمكن اتقالت من 100 سنة ولسه عايشة لحد النهاردة، عشان التوفير مش عيب ولا فقر. التوفير هو اللي بيخليكي واقفة على رجلك وقت الشدة، وهو اللي بيخلي البيت ليه بركة. أنا فاكرة يا بنات وأنا صغيرة، أمي الله يرحمها كانت ست بيت مدبرة بمعنى الكلمة. كنا 10 عيال والدنيا مش واسعة ولا فلوس كتير، بس عمري ما حسيت إني محرومة. ليه؟ لأنها كانت تعرف تدبر وتعرف إن كل حاجة ليها وقتها. كان عندها قفة كبيرة تحط فيها كل حبة رز وكل معلب محفوظ، وتقول اليوم اللي يجي يرزق معاه. كانت تحوش من كل جنيه تعريفة تحطها في قماشة صغيرة وتقول دي للزمن. وده مش بس كلام ستات زمان، ده حتى في القرآن الكريم سيدنا يوسف عليه السلام علمنا أعظم درس في التدبير والتوفير. لما حلم الملك ب7 بقرات سمان و7 عجاف، يوسف قال لهم يخزنوا القمح في سنابله وما يصرفوش إلا على قد الحاجة. وفعلا السنين العجاف عدت بسلام لأنهم وفروا. شوفوا، ده نبي كريم علمنا إن التوفير مش بخل، لأ، ده حكمة وبصيرة. وخليني أحكي لكم كمان على ست من بلدتنا زمان، كانت اسمها أم سعد. دي كانت ست عجيبة، جوزها فقير وبيشتغل باليومية، لكن بيتها عمره ما خلى من لقمة سخنة. ليه؟ عشان كانت بتعرف تدبر. كانت تشيل من عيش النهاردة رغيف تخليه ناشف للغد، وتعمل منه فتة أو طعمية. وكان ولادها ما يعرفوش يعني إيه جعان. وفي يوم جوزها تعطل وما اشتغلش أسبوع، والله يا بنات البيت اتفتح من خير اللي كانت مخزناه. ساعتها قالت اللي بيوفر ما بينقص، ده بالعكس بيزيد. ويا بناتي الحلوين، يا ستات البيوت الجدعة اللي شايلة الهم وبتفكر ليل نهار ازاي توفر وتدبر وتخلي بيتها عامر، تعالوا النهاردة نفتح موضوع من أعظم المواضيع اللي علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع بيطمن القلب ويريح البال، موضوع لو صدقنا فيه هنلاقي حياتنا مليانة بركة حتى لو الرزق قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، رواه مسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مهما تصدقتي عمر فلوسك ما هتقل، بالعكس هتزيد وتتبارك. وعلشان الكلام يدخل القلب، تعالي أحكي لك قصص من التراث والأنبياء والصحابة. قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع رزق النملة. سيدنا سليمان كان بيكلم الحيوانات والطيور بإذن الله. في يوم سمع نملة بتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. النملة دي عايشة برزقها البسيط جدا، ومع ذلك ما بتبخلش. النمل معروف إنه بيخزن وياكل مع بعضه. سبحان الله، حتى النمل بيتعاون وما يخليش واحد فيهم ينام جعان.
ودي رسالة لينا إن الرزق مقسوم ومفيش مخلوق ربنا بينساه. يبقى إزاي إحنا نزعل أو نقلق لما نطلع صدقة؟ قصة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وبئر روما. في المدينة زمان كان في بئر ميتها حلوة بس يملكها رجل يهودي، والناس كانوا يشتروا منه المية بفلوس. سيدنا عثمان لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما فله بها الجنة، راح واشترى البئر وتصدق بيها للمسلمين. شوفوا العطاء ده. عثمان كان من أغنى الصحابة لكن كان كريم جدا. النتيجة ربنا بارك له في ماله. قصة السيدة عائشة رضي الله عنها. دخل عليها فقير يوم وهي صايمة وما عندهاش غير رغيفين. ادت للفقير رغيف وابنها محتاج التاني، لكنها قسمت الرغيف الباقي نصين، نص للابن ونص للفقير. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قال إن الله قد أوجب لها الجنة وأعتقها من النار. سبحان الله، من لقمة صغيرة اتفتحت لها أبواب الجنة. رجل صالح في زمن التابعين، كان في واحد فقير ومعاه رغيف واحد. شاف مسكين جعان قام اداله الرغيف كله. في نفس اليوم ربنا بعتله ضيف، ولما فتح القدرة لقاها مليانة لحم ورز من غير ما يعرف مين جابه. البركة نزلت بسبب صدقة صغيرة. طيب ازاي نطبق الكلام ده عمليا في حياتنا؟ التوفير بالصدقة. ما تستناش لما يبقى معاكي كتير، حتى لو جنيه أو رغيف عيش طلعي منه. صدقة جارية زي ما عمل سيدنا عثمان. شاركي في بناء جامع أو حتى اشتري كرتونة مية وحطيها قدام جامع. الصدقة الخفية دي أعظمهم، محدش يعرف، بينك وبين ربنا. التوفير في البيت أيوة صدقة. لما توفري من الكهرباء أو من الأكل بدل ما يترمي وتطلعي الزيادة المحتاج، دي صدقة. العطاء للأطفال، علمي أولادك يحطوا من مصروفهم صدقة. وختاما يا حبيباتي، الصدقة مش بس بتزود الرزق، دي بتطهر القلب وبتدفع البلاء وبتحل البركة في البيت. افتكروا دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يا رب يا حبايبي يبارك لكم في رزقكم ويزيدكم من واسع فضله ويخلي بيوتكم عمرة بالخير والبركة. وما تنسوش أنا ستو بحكي لكم من بلكونتي، وكل كلمة بقولها ليها طعم من تجارب السنين. خلوكم معايا كل مرة عشان نكمل الحواديت وناخد الحكم. وما تنسوش تدعموا قناة عالم زهرة عشان نكمل سوا، وتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وخلي دايما شعارنا: الخير بيبدأ من بيت صغير لكن صداه بيوصل للسما.